إذا الكتاب ما يخجلش من هذا الموضوع أبدا. ده حتى في سفر مشهور قوي اللي هو سفر نشيد الأناشيد يستخدم الكتاب المقدس التعبيرات الحسية بلا حرج، يعني عشان يوري علاقة الزوج بالزوجة على مثال علاقة المسيح بالكنيسة. يعني الراجل يكلم مراته بكلمات الغزل وكلمات الحب ما يكسفش يعني، ولكن تحت مظلة الرعاية الإلهية. لكن لو طلعنا براها مشكلة بقى. تعال نقرأ قصة في الكتاب المقدس ذكرها الكتاب عن واحد اسمه أمنون. وأمنون زي ما حضراتكم عارفين ابن داود الملك النبي المشهور. قصة بتقول ان أمنون في سفر صمويل ثاني صح 13 أحب، شوف التعبير، أحب أمنون ثمار. أحب اهو تعبير بنستخدمه في أغنية، ما فيش كلمة أحب، كلها أحب أو أحبت أو حبينا، نفس الكلمة، هو حب. ده عارفين ده من كتر ما حب حصل له اللي بيحصل لكتير من شباب، أحصر للثقة، يعني عي من كتر ما حب. يكفيك شر الحب ده، عي يعني رقد، من كتر ما رقد نام. ومش عارفين هو عيان من ايه، مش عارف يعني حابب، يقول لك حب ولا طلش، حب ورقد ومش عارف يعمل ايه. وعد عليه الدكاترة وعد عليه الأصدقاء لو عيان. مالك يا سيدي؟ حكى لهم بقى القصة دي انه تعبان من الحب ده. بس طب ليه ما تتجوزها؟ قال لا ما ينفعش اتجوزها. ليه يا سيدي ما تنفعش تتجوزها؟ اصلها اخته بس مش شقيقته، يعني اخته من ام تانية من نفس الاب هو داود ولكن من ام تانية. قام عد عليه واحد صديق شرير اسمه يوناداب. صديق شرير، خلي بالك من كلمة صديق شرير، لانه غالبا قصة الحب الحسي ده الأصدقاء يلموا بعض ويوزوا في ودان بعض ويشيروا على بعض مشورات رديئة. خلي بالك الحب ده مفهوم سائد وبنتناقله عن طريق الأصدقاء اللي يسموهم الكتاب المعاشرات الرديئة. وزف ودنه قال له طيب أنا هقترح عليك اقتراح هيعجبك. ايه؟ قال له شوف انت تعمل نفسك عيان. قال له طب انا عيان؟ قال له لا يعني اطلب بقى من كتر العين انك تشوف داود ابيك. قال له بعدين؟ قال له لما يجي داود قول له بص انا بقى مش هخف الا لو اختي ثمار جت عملت لي كعكه اكلها من ايديها. قال طب وبعدين؟ قال له طالما جات لك خلاص بقى خد منها شهوتك، خد منها رغبتك الشريره. وفعلا ينفذ أمنون الخطه الشريره اللي اشار بيها عليه يوناداب الحكيم الشرير، ويعمل نفسه عيان. ويجي داود، معلش ملحوظه كده هقولها في النص، داود ما كانش اب حكيم، يعني اتصرف تصرف برضه مش حكيم. واحد عيان وراقد في السرير وعامل نفسه عيان، ايه علاقه العيا بانه ياكل كعكه من ايد اخته؟ مش راكبه يعني. كان المفروض يبقى واعي. الابهات بتوعنا لازم يبقوا واعيين. كان المفروض يقول له ايه علاقه ده انت ايه علاقه انك تبقى عيان تاكل كعكه من ايد اختك؟ مش راكبه يعني ولا ايه يعني؟ فالمفروض انا كأب واعي اما اخش بيتي ابقى واعي. الام واعيه، شوف بنتها بتكلم ايه بتعمل ايه توعيها. في حاجه حبيبي قولها لي، نتكلم مع بعض نقرب من بعض. لكن لما كمان يكون الصديق شرير والاب مشغول، ما داود مشغول راخر ملك، وياما بيحصل في بيوت المشغولين مشاكل. عشان كده برضو في النص كده لو انت اب او لو انت ام، مفيش اهم من ولادي، مفيش اهم من بيتي. ابص الاقي بنتي سرحانه قلقانه محتاره، تاخد جنب بتتكلم في ايه قلقك عشان اعرف احس بمشاعرها واقرب منها. ولو عندها مشكله تشاركني او اخدها المتخصص، اروح بيها لأب اعتراف، لمشير روحي، لمرشد نفسي، في مشورة عائلية. دلوقتي بقى الكلام ده مهم جدا. لكن اسيب المشكلة تكبر لغاية لما يفاجأ داود ان ابنه اغتصب اخته. طب كنت فين؟ وعيته ازاي وفهمته ازاي؟ كمان نقطة بين قوسين ما اضحكش عليكم، يعني داود ما كانش قدوة حلوة. يعني اصل ولاده عارفين تاريخه ان داود قبلها باصحاحين كان وقعة فيها خطية مع واحدة اسمها بتشبع. فالولاد لا اب فاضلهم والولاد لا اب عامل لهم قدوة. النتيجة تيجي البنت ورخرة كمان عليها مشكلة. يعني شوف كم غلطة بقى، اصدقاء اشرار، اب مش عامل قدوة حلوة، داود رب البيت بالدف ضارب، اب مش فاضي، واخت رخرة كمان ساذجة.
دخلت جوه عشان تعمل له كعكة. طيب لما الأخت تقدم كعكة لأخوها ماشي، لما يقول لها تعالي معي في غرفتي الداخلية، لا بقى خدي بالك يا سمار، ما ينفعش الكلام ده. لما تيجي اخوكي قريبك صديقك خادم، كل ده ما ينفعنيش في غرفتي الداخليه. ما ينفعش اخش مع واحد في غرفته الداخليه عشان اديله كعكه. بمناسبه ايه؟ ما ناكل هنا. في نيه شرير. لازم بناتنا يبقوا واعيين، لازم ولادنا يبقوا واعيين. يعني ليك صديق شرير خد بالك هيضيعك. فيقول الكتاب المقدس عن الصديق حتى لو كان اقرب لي من دراعي اقطعه، ان اعثرتك يدك اقطعها. يعني يلي ليك صديق شرير خلي بالك، لو حتى كان أقرب منك لنفسك بس هيشور عليك مشورة خارج مشورة الله ما عرفوش. يا أب خلي بالك من ولادك، لأنه لو مش فاضلهم النتائج مرعبة. يا بنت خليكي واعية في لبسك، في تصرفاتك، في حكمتك، ما ينضحكش عليكي. مش واحد يقول لك تعالي نتكلم ونبتدي كده كلام ناعم، واصل الكلام بيحلو والكلمه وراها فعل والفعل وراه مقابله والمقابله وراها مقابلتين. خلي بالك يا سمار، انت كان المفروض تاخدي موقف. واخدين بالكم يا جماعه؟ دي قصه نسجها الشرير عشان يفسد عيله. الحب الحسي. عاوز اوصل معاكم بقى للاخر اللي هو ماذا حدث لكل واحد ابتدى الطريق ده. شوفوا اللي حصل. الأخ وصل بأخته لأدنى مستوى، أفسدها وضيعها وقهرها ووصل معها للذته. النتيجة يقول الكتاب كده: كان أن البغضة التي أبغض بها أمنون ثامار أشد من المحبة التي أحبها إياه. صمويل تاني 13 عدد 14. يتحول الحب لبغضة. ادي الحب الحسي بيوصل فيه، يفسد العلاقات ببعض وينتهي بعد ما يبقى ملتهب الى شكل البغض، لدرجه ان طردها، لا امشي من هنا، ما تجيش هنا تاني. قالت طب استر عاري، قال لا 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 امشي، ما عرفكيش. يقول لك وخرجت بعارها. ويقول الكتاب عن سمار انها ما طلعتش بعد كده من بيتها من كتر الكسوف والخجل اللي بقت فيه، ان قدام الشعب كله بقت انسانه فاقده العذريات. احبائي، اتكلمنا النهارده عن الحب الحسي خارج دائره الحب الالهي والزواج والمظله اللي ربنا عملها.